تبعوا معايا نديروا هذا الكاطو البنين محشي بحلوه الترك الكنافه وطحينه السمسم تاع شهرزاد. دونك نحتاجوا فيه 250 غرام تاع زبده تكون بحراره المطبخ، 3 مغارف كبار تاع سكر غلاس يكونوا معمرين مليح، نزيدوا عليهم حلوه الترك. انا نخدم بشهرزاد، خيرت اليوم نستعمل حلوه الترك شهرزاد بذوق فيها مكسرات اللي هي اللوز. كما تقدروا ديروا اي ذوق حبيتوا. شوفوا اللوز من فوق الله يبارك تجي معمره بالمكسرات. ندي منها حوالي 3 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع حلوه الترك. عوضتهم في بلاصه هذوك السكر، 3 مغارف تاع السكر درتهم 3 مغارف تاع حلوه الترك. حبيت نقول لكم باللي كاين تاني حلوه الترك لايت، وعندكم حلوه الترك في شهرزاد ناتور يعني ما فيهاش المكسرات. نزيد حبه بيض كامله وصفار بيضاء وندرب كل شيء. ما تنساوش قرصه الملح ونضرب كل شيء بالباتر تري بيان. نزيد مغرف تاع كاكاو. شوفوا لي هذاك اللوز اللي في حلوه التركي فيه راهو باين في الخليط تاعنا. نزيد الفرينه ونلم لاباط ما نديرش فيها الخميره، ونجيب لي مول تاعي تاع الكوكياج وندير لاباط تاعي نخدمها في الليمون. نكملها كامل بنفس الطريقه. نكون شعلت الفور 180 درجه، ندخلهم يطيبوا جيست ما نشوفهم نشفوا نخرجهم ونروحوا نخدموا الحشو اللي فيه كيلا كنافه محمصه، كيلا مكسرات، وزدت عليهم كيلا تاع حلوه الترك شهرزاد تاع اللوز. كملت كل شيء بذوق واحد يعني ما حبيتش نخلط الاذواق. ونزيد عليهم طحينه السمسم. طحينه السمسم حبيت نعلمكم بلي ماهيش حلوه، راهي سمسم محمص ومطحون طبيعي 100%، ما في حتى اضافات اخرى. زدت عليهم 2 مغارف تاع طوفيا ولا كراميل باه تعزز لي داك الذوق تاع الحلاوه، لانه ما كاين حتى حاجه حلوه في الحشو تاعي من غير حلوه الترك. وحلوه الترك تاع شهرزاد راهي ماهيش حلوه قاويه يعني حلاوتها معتدله. دونك اللي قلنا حاجه هكا تعدل لنا الحلاوه. وحشيت الصابلي تاعي كلاسيتو بالشوكولا اللي درت فيها مكسرات وخليته برد، وهذه هي النتيجه. باي باي.